هيدا الفيديو موجه لكل المغتربين بامريكا، بالمانيا، بكندا او باستراليا او وين ما كنتوا. اوعوا تحرموا اولادكم من هيدا التراث اللبناني اللي متعلق بطفولتنا. بفيديو اليوم حعلمكم كيف تعملوا اطيب لبنيز برجر بالعالم، واي نوع خبزه تختاروا، وكيف بتجيبوا اللحمه وشو بتقولوا للحام يعملها. وحنعمل اللحمه فروم A to Z، وحعلمكم كيف بيفرموا ملفوف صح ما تطلع معكم كثير خشنه. هلا خبز البرجر خارج كل انواع الخبز اللي بتعرفوها، ان شاء الله نلاقي منه هون. هو بيجي خبز السمسم اللي مثل هيدا، بس العادي بيجي الكيس فيه بقلبه شي 20 وحده حقهم دولار، يمكن ما بعرف كيف تزبط معهم اصلا. كثير كبيره وكثير ضخمه الخبزه، بس صعب نلاقي منها ببيروت. تعال لقيته. تقريبا هيدا هو الخبز اللي عم نحكي عنه، يعني هيدا اقرب شيء له. وهول كمان هيك، هول اقرب شيء للخبز اللي بدنا اياه، فبيمشي حالهم اكيد. اخذت 12 لانه اكيد الشباب هلا حيعملوا هجوم لعندي. ما بدنا كثير خضره، بدنا بندوره وملفوف وبصل. واخيرا بلش موسم الاجريا. احسن بطاطا للقلي هي الاجريا، افضل شيء. حنقي كذا حبه بصل بس يكونوا كبار، لما بدكم تنقوا البصل نقون يكونوا قاسيين. هاي بصلي قاسيه مثل الحجر، وهي طريه. هاي الطريه بتكون فيه بقلبها مي او ماكله خبيط، فهي ما تستعملوها. نقوا دائما الملفوف اللي حجمه وسط، ما تاخذوا اللي كثير كبير، ونقوها تكون ثقيله. كل ما كانت ثقيله يعني الاوراق ملبسه على بعض اكثر وبتطلع احسن. يعطيك العافيه. فينا ننظفها بس هالورقتين نكبهم. وهيدا الاجريا وهول بصلات كيلو و800 طلع وزنه. هيدا على الوزن صح؟ وما فينا نفرطه، ننقي اللي بدنا اياه. اوكي، لانه في بقلبه حبات صغيره كثير، محتالين اني خلص بيلزموك فيهم كله، بيمرقوا بقلبه قصص صغيره وقصص كبيره. بدنا نوسع على اللحمه ليكونوا جهزوهم ونكون جبنا الاغراض الباقيين. شباب يعطيكم العافيه. بدي كيلو بلدي، بدي اعملها للبرجر، بده يكون تقريبا 30% منها دهن. تاني بيكانيا كيلو شوي مش مشكله، بس انت حتقصها مع دهنتها حاخدها. اكيد تمام. افرم لك اياها ولا شقفه وحده؟ لا افرم لي اياها وجه واحد على الناعم بس. هيك لازم تاخذوا لحمه ولازم تنفرم وجه واحد على الناعم. هاي البرجر اللبنانيه. كلك ذوق يا حبيبي، شكرا لك. تعال اجيك على اللحمه كيف. لحمه البرجر هيك لازم تكون مدهنه ومش هبره ابدا، لانه اذا كانت هبره حتكش وحتصغر حجمها ومش حتطلع طيبه اصلا. الدهن هو اللي بيخليها طريه وبيخليها تضلها قد ما فيها تحافظ على حجمها وبتطلع طيبه وتجوسي. اوكي، ناقصنا كعك مطحون بعد. عمل معروف. لا واحد بكفي، شكرا كلك ذوق. كعك مطحون يجي اسمر شوي مش ابيض. للاسف بدي اضطر اجيب زيت قلي، لانه هاي الاكله بدها بطاطا مقليه معها حصرا. دائما لما بدكم تجيبوا زيت قلي ما تسترخصوا، كل ما كان الزيت اغلى تمام بيفرق كثير حسب الزيت من شو مصنوع. سعر الزيت عن جد بيكون منه وفيه. كل ما امرق من هون بدي اذكركم ما تاخذوا وما تستعملوا سمن نباتي. اسوأ شيء بالحياه هو السمن النباتي، هيدا كله لا. استعملوا سمن حيواني، سمن بلدي بس. هلا المفروض انه كل شيء جاهز. بما انه عم بلعب لا استذكر كمان ذكريات الطفوله، لانه هاي البرجر بتذكرنا بالطفوله. كل بيت لبناني هو صغير ولاده اكلوا من هاي البرجر، فما تحرموا اولادكم اللي عم يجوا من هذا الشيء، لانه هذا الشيء مرتبط هون بدماغنا. بس اجى وقت الحساب انا هربت وبليت علي بالحساب، انه شو بده ياكل ببلاش لكن خليه يدفع. تتبيله اللحمه تاع اللبنانيز برجر غير كل شيء بتعرفوه. هاي اللحمه جبتها من قطعه البيكانيا، 30% دهن و70% هبره. ححط لهم معلقتين طعام كبير كاتشب، ومعلقه طعام وحده خردل اصفر مش اي نوع تاني، و3 معالق كعك مطحون ناعم. الكعك بده يكون محمص واسمر هيك مش ابيض. احط لهم بيضه وحده حجم وسط تكون بحراره الغرفه. اما شو صاير هون؟ خربان الدنيا، شو صاير؟ هي اكيد شي مسؤول بالدوله جاي لعندي ياكل برجر، فعم يامنوا له الطريق. بس ما تخاف، بهاراتنا مش كثير معقده. بدنا اكيد ملح ولحمه، يعني اكيد بدها فلفل اسود، وبدنا 7 بهارات. كل شيء بتستعملوه رجعوه لمحله، بضل مطبخكم منظم ونظيف. واكيد بدكم تلبسوا كفوف لحتى ما نضل غسل ايدينا. خلوا كل شيء نظيف ان شاء الله ما ينقطع. اكثر واحد بالعالم انا بتقطع معي كفوف، عندي خسائر كفوف بالشهر انا كثير كبير. هي هالايد على طول بقطع فيها. اوكي، بدنا ندعكم بايدينا كثير منيح لحتى كلهم يخلطوا ببعض. مسحوا كفوفكم هيك، لانه اوقات الكفوف بيسرقوا البهارات. حسيت انه بيحملوا بيضه بعد، لانه البيضات كانوا شوي صغار، فحزيد لهم بعد بيضه. يعني للكيلو 300 حطيت بيضتين. الشغل يكون اوريجينال. بدنا ميزان، بدنا ورق زبده،
بدنا المكبس تاعول البرجر. اكيد بدنا خشب التقطيع كرمال ما ننزع المجلة. ورق الزبده كرمال نستعمله. وين السكينه؟ وهيك صار عنا اوراق جاهزين لنحطهم للحمه من تحت ومن فوق. ميزان خلينا نغلفه بكلينك فيلم من فوق لحتى ما نضطر نوسخه. هحط شويه زيت زيتون على جنب لحتى كل شوي تل ايدي وما خلي اللحمه تلزق. بدنا نعمل كل وحده 120 جرام بالعاده بيكون منيح. شفتوا اني كان ناقص على القد، ناقص جرام واحد. بالقالب تاعول البرجر بدنا نحط ورقه زبده تحت ونحط اللحمه ونحط ورقه زبده فوق وبنضغطها. هلا هن بيعملوها بالعاده 100 110، انا كبرتها شوي لانه لازم تكون اكبر شوي. وبنحط وبنكبسها. وهيك بتطلع بهيدي السماكه. بس بتزبطوا لها اطرافها شوي. و120 جرام روعه كثير منيحه. بنزينهم كلهم 120 وبعدين بنبلش نظبطهم. كل ما تحسوها لزقت تحطوا شويه زيت. اثنين. شو قصته 119 معه؟ انا عندي هوس الارقام، يعني 120 اذا اجت 121 بحس في شيء غلط. بس حنعمل تيست على وحده وندوق طعمتها ونشوف اذا طيبه او بدها تعديل. نقطه زيت صغيره وبنلزقها. ريحتها كثير حلوه وطلعت الريحه اللي كلنا بنتذكرها. كل جيل التسعينات وال2000 بس يشموا هالريحه حيتذكروا هذا الشيء اللي عم نحكي عنه. نيجي من المدرسه كنا ميتين من الجوع ونلاقي امنا عامله هالبرجر كنا نكيف. حنكبسهم كلهم بنفس الطريقه ليصيروا جاهزين. بعرف انه انا الي اكثر من سنتين مش ماكلها هالبرجر. حنطفي تحتها خليها تكفي استوى على مهلها. واهم شيء انه بدنا نصفهم ونفوتهم على البراد نريحهم ونرجع نشتغل بالبطاطا والملفوف. ضروري يرتاحوا بالبراد. هيك بنشيل النايلون بضل الميزان نظيف. صار في عندنا كثير جلي لازم نجليهم لحتى نقدر نكفي الشغل على نظافه. ما بعرف ليش في ناس ما بتحب الجلي، والله اجمل شيء الجلي. عندي هوايه انا بانه حول شيء وسخ لشيء نظيف. شعور السعاده لا يوصف. على فكره انا خبرتكم انه انا مرشح على جائزه افضل صانع محتوى عربي عملتها دوله قطر، ففوتوا صوتوا لي. اللينك حتلاقوه بالبايو. اوكي اكيد افضل صانع محتوى عن فئه الاكل. هذا خيي عم يخاطر بحياته لحتى نطلع لكم فيديو حلو. فرجيهم على الفيو وانت وين واقف. دايما بنسى اخبركم انه تعملوا سبسكرايب اوكي ولايك للبيج. طلينا مي على الارض مبسوطين، فاعملوا سبسكرايب اوكي. ما تبخلوا علينا. حتى البطاطا حنعملها على الطريقه القديمه. انا جايب بطاطا اجريا. بطاطا الاجريا هي افضل شيء للقلي. بدنا نقشر البطاطا ونقطعها وننقعها بمي لتتخلص قد ما بنقدر من النشا. هلا حنقطعهم يا اذا عندكم ماشين مثل هاي يا اما على ايدكم ما حتفرق. بس انا عندي ماشين فبوفر وقت. اذا قطعتون على الماشين هول الصغار هيك ما لهم مصلحه نخليهم، لانه هول حيقرقشوا ومش حيطلعوا طيبين. فبننظفهم. بدنا بس هول الحبات المرتبه النظيفه. ولا اسهل من هيك ولا اسرع من هيك. وبيطلعوا البطاطا كلهم نفس الاستواء لانه كلهم نفس السماكه. اكيد بدنا نغسلهم كثير منيح لنشيل منهم اكبر كميه نشا موجوده. البطاطا اذا ما حنستعملها دغري بنخليها موجوده بالماء لحتى ما تتاكسد ويصير لونها اسود. فبننقعها بالماء وبنتركها. بنروح نجهز الملفوف واخر شيء بنشيلها بنملحها وبنقليها. حعلمكم على طريقه بتطلع البطاطا اطيب بكثير بس مشكلتها انه بتصرف زيت اكثر، يعني بتقصر من عمر الزيت. اذا ما عندكم مشكله هلا بتعملوها. اذا سكينتكم ماتت وما عندكم مسنه سنه جيبوا اي سكينه ثانيه بظهرها من هون ضربات على الخفيف بتصير مثل الشفره. هلا بدنا نفرم الملفوف. الملفوفه غسلناها كتير منيح. هلا حسب مهارتكم بالسكينه فيكم تقصوها 2 وتفرموها 2 وفيكم اكثر. انا حقصها 2. لما قلت لكم نقوها ثقيله كرمال تكون من جوا مرصوصه بهيدا الشكل. هيك بيكونوا مكبوسين بقوا بعض، ما بيكون فيها كتير فراغات. اذا كانت خفيفه يعني فاضيه من جوا مليانه هواء. هذا القمع ضروري نشيله وضروري نكبسها هيك للملفوف. وهلا بصير فينا نفرم. انا بفضل انه الملفوف يكون كتير ناعم. بهيدا الشكل. هن ذاتهم بس يرجعوا على ورا بنعملهم هيك ونقصهم بالنص. بس اذا هيك مش مناسبكم فيكم تنيموها هيك.
هيك لازم يكونوا. الشيء اللي ما فينا نقاومه هو انه النقرش ملفوف نحن عم نفرمه على طول. هول بيطلعوا هيك، شيلون نقون وكلون، شيلون وكلون او طعمون لاولادكم. هو التفاصيل الصغيره كل جيل التسعينات عايشهم، بتحس انه اني جايين بيلت ان خلص بتاريخنا. خلصت فرم بس طلع الجات صغير، وحفضيهم بجات اكبر اكيد. لسلطه الملفوف ما بدنا كتير نتفزلك، بدها مايونيز وملح وفلفل ابيض. بنلبس كفوف وبنحركهم بايدنا، كل شيء بتحركوه بالايد بيكون احسن، بس تلبسوا كفوف لحتى ما نبلغص. هاي الحركه بالايد اللي بتحركوا فيها هيك هي احسن شيء. الكول سلو صارت جاهزه، حطيناها بالبراد ارتاح. هلا بدنا نحط الزيت ونحميها لنقلي البطاطا. انا بكره زيت النباتي لدرجه انه لما اضطر اقلي بقلي وبستعمل الزيت مره واحده، وبعدين بعطيه لحدا ثاني يعني بيستعمله، انا ما بستعمله الا مره واحده. طفينا البطاطا، عملت هون مخيم انا لانه الاي سي شغال وعم يضرب هوا لهون. طفيت البطاطا بدنا نملحها. هاي الطريقه بتقصر من عمر الزيت بس كثير بتطلع البطاطا اطيب. حنحط لها ملح، بنحركهم كتير منيح وبنتركهم لانه بهالمرحله هلا البطاطا بتكب مي زياده فيها، كل المي اللي بقلبها بترجع بتكبهم، فبدنا ننطر عليها 10 دقائق قبل ما نقليها، وضروري تكون محطوطه بمصفايه ليكون حمي الزيت، بتكون البطاطا صفت ميتها. عندنا هون مخيم البوتيتو، ليه بعده عم يجي هوا. نتاكد انه كل المي شلناها وبدنا ننزل فيهم كلهم بمقله واحد، يعني قد ما بتقدروا عبوا المقله واول نار على الاخر، هن حتخف حرارته. انا بدي اياهم يستووا على مهلهم ليستووا مزبوط ويتحمروا ويطلعوا بعقده، ما بيسوى يستووا بسرعه لانه مش حياخدوا استوى المزبوط، حيطلعوا محروقين على الفاضي. طرطشنا الدنيا، خليني مسح دغري. جبت المعلقه، بدي بس افردهم اول ما ينزلوا وبنتركهم لانه باول مرحله بيكونوا قاسيين، بعد 5 دقائق بس يبلشوا يستووا بصيروا يكسروا، فبنفردهم هلا مزبوط لينفردوا ويتوزعوا. وعم قليه مضلعه مثل هاي. اول شيء حنحمص الخبز ورشه زبده اكيد، بس تحمى مزبوط. بنجيب عجينه السمسم وبنحطها، بنخليها تاخذ لون مزبوط. بس ياخذوا هيدا اللون نقلبهم على تاني ميله شوي كمان، بفق لك السمسم كيف بفقع. وهلا بنشيلها، حرقنا ايدنا. هون وحده وهي الثانيه نفس الشيء، رشه زبده وبننزل باللحمه فوقهم. تريح اللحمه اهم شيء. لك كيف بتصير. بس يستوى على اول ميله بنقلبها على ثاني ميله، لازم نستويها ميله بميله، مش لازم نقلبها 10 مرات. بنخلي البطاطا تصفي لحالها على جنب. اكيد ما بحط محارم بكعب الصحن لانه ما بدي اكل بطاطا مع محارم. بصفيها على جنب هيك وبعدين باكلها عادي، بتكون نشفت من الزيت. كل شيء صار جاهز، وهلا بدنا نطبق اطيب لبنيز برجر. كل مسافرين ولا عايشين برا عملوا هالاكله لاولادكم وخبرون انه كنتوا تاكلوها لما كنتوا صغار، كيف كنتوا تاكلوها لما ترجعوا من المدرسه، وهذا الشيء بذكرنا بطفولتنا كثير. هاي اللحمه جاهزه، وبنفس الطريقه بنحط صينيه هون لحتى ما نهرهر، وبنطبقها مثل ما كنا نعملها نحن وصغار. بدنا كفوف حتى ما نبلغص. في ناس بيشوا معها بصل، وانا جبت بصل على اساس اشويهم، بعدين قلت ما بدي اتفزلك، بدي اعملكم اياها كيف بنعملها بالضبط. البصل هو شيء زياده اكسترا الناس بتحطه، بس هو مش من اساس الاكله. مثل ما كنا نطبقها، اول طبقه من تحت كاتشب، بيرجع لحمه، بيرجع الكول سلو، كبيس، بطاطا، كاتشب، وبس. ودائما كنا نكرر بدنا زياده كول سلو. اكثر شيء بيشهي بالعالم حرفيا، روحوا جربوها كلكم بنفس الطريقه، طعموا اولادكم منها وخليكم اوريجينال. قد ما اخترعوا برجر بتضل هاي فوق عرش الملوك، فوق اقوى برجر ممكن تعملوها. روحوا سووها لاولادكم واحكوا لهم كيف كنتوا تاكلوها انتم صغار، واعملوا سبسكرايب وخليكم اوريجينال.